خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا قناتكم ماروك نيوز. في هذه الحلقة غادي نعرفوا الحقيقة من الشقيقة. الشقيقة اللي ما عندها حتى شغل مقابلة غير المغرب التطبيع، المغرب التطبيع. وغنشوفوا بعض التناقضات ديال القنوات ديالهم، قنوات العار اللي كيهضروا على المغرب والتطبيع وكيهضروا على الحرية وكيهضروا على أن المواطنين أو الشعب الجزائري يخرج كيتظاهر بكل حرية، لكن العكس هو اللي حصل. وغنشوفوا القمع اللي تعرضوا ليه المتظاهرين الجزائريين. بالعكس، المغرب اللي كيتهموه بالتطبيع، المواطنين ديالو خرجوا في مسيرة مليونية بالدار البيضاء، بالرباط عفوا، بمدينة الرباط. خرجوا مسيرة مليونية في مدينة الرباط، لأن المغرب بلد الحريات، بلد الدستور، لأن الدستور كيكفل لهم حق ديال التظاهر. ونخليكم مع هذه الفيديوهات. الفراعنة نبقى وإياكم ضمن يومية الشروق لنهار اليوم، واخترنا لكم منها هذا المقال الذي عنون كالتالي: وقفات تضامنية لأحزاب وجمعيات وطنية مع غزة. تواصلت نهاية الأسبوع ردود فعل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية المنددة بالعدوان الصهيوني الوحشي والهمجي الذي يتعرض له المواطنون الأبرياء في قطاع غزة أقول والضفة. نتوما شفتوا الصحافة شنو قالت؟ الآن شوفوا الاضطهاد والقمع اللي كيتعرضوا له عند المتظاهرين اللي كانوا في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني. لاحظوا معايا، هما شوف أنا جارينه وسط متظاهرين خطفوه. هذا الجزائر اللي كتقولك أنا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. شوفوا الظلم عاد، هي شعبها مازال في الاستعمار من طرف الجيش ومن طرف الكابرانات. يقول لك الشعب هي مع المقاومة ومع التحرير. أما في قاموس التطبيع فالصمت أساس كل إذلال وخنوع وخضوع وسلاح الانهزاميين والمنبطحين، فالنظام المخزني ماض في انزلاقه غير المحسوب ضد القضية الفلسطينية، مرتميا بين أحضان كيان أوهن من بيت عنكبوت. ودابا نخليكم مع المسيرة المليونية التضامنية التي قام بها شعب المغرب بمدينة الرباط تضامنا مع الإخوان الفلسطينيين. الأعلام الوطنية المغربية والأعلام الفلسطينية. المسيرة فيها شيوخ، أطفال، رجال، نساء. تجوب شوارع مدينة الرباط بكل حرية، لأن الدستور المغربي يضمن للشعب المغربي قاطبة حق التظاهر.
نعم الآن من مقر البرلمان. حتى لا يأتي كرهول يقول لك ليس بالمغرب.